يلا يا صاحبي، خد نفس كده وتعالى نغوص مع بعض في تفاصيل قصة سيدنا آدم عليه السلام من أولها لحد وفاته. في وقت من الأوقات ربنا سبحانه وتعالى قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. فالملائكة استغربوا وسألوا ربنا سبحانه وتعالى: يعني هتخلق مخلوق هيعيش في الأرض ويفسد فيها ويسفك الدماء وإحنا قاعدين نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني ربنا سبحانه وتعالى عنده علم أكبر وشايف ومطلع على الغيب. ربنا سبحانه وتعالى أمر جبريل عليه السلام ينزل ويجمع تراب من الأرض. أخذ من كل حتة، الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، ومن هنا جت ألوان البشر المختلفة. ربنا سبحانه وتعالى خلط التراب بالمية وبقى طين. بعد كده سابه ينشف شوية، بقى صلصال زي الفخار. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى شكل منه جسم آدم عليه السلام وسابه فترة على حاله. الملائكة كانت بتعدي عليه وتبص عليه وهي مستغربة. ولما جه الوقت ربنا سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه، وبدأ آدم يتحرك ويبص حواليه. وأول ما فتح عينه شاف نور وجه ربنا سبحانه وتعالى، أو سمع صوت الملائكة حواليه. ربنا سبحانه وتعالى أمر كل الملائكة إنهم يسجدوا لآدم عليه السلام، فكلهم سجدوا إلا مين؟ إلا إبليس. بس إبليس ما كانش ملك، كان من الجن، بس كان عابد قوي فعاش مع الملائكة. لكن وقت الأمر بالسجود تكبر وقال: أنا أحسن منه، أنا اتخلقت من نار، هو اتخلق من طين، إزاي أسجد له؟ ربنا سبحانه وتعالى قال له: اطلع بره، أنت رجيم ملعون ليوم الدين. إبليس رد عليه وقال: اديني مهلة لحد يوم القيامة، وأنا هغوي ولاده وهوريك إن هم مش قد الأمانة. ربنا سبحانه وتعالى قال له: اللي هيتبعك هيكون مصيره النار، لكن عباد المخلصين أنت مش هتعرف تعمل معاهم حاجة. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى خلق حواء، والاتنين سكنوا الجنة. ربنا خلق حواء من ضلع آدم وهو نايم عشان تكون ليه ونيس وشريك. وأول ما صحي آدم لقاها جنبه. قال لها: أنت مين؟ قالت له: أنا واحدة، ربنا خلقني علشان أكون معاك. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم: كلوا من الجنة زي ما تحبوا، بس إياكم تقربوا من الشجرة دي، لو قربتوا منها هتظلموا نفسكم. الشيطان بقى بعد ما اتطرد قال: مش هسيبهم، وراح يوسوس لهم وقال لهم: لو كلتوا من الشجرة هتخلدوا وتبقوا ملائكة ومش هتموتوا أبدا. حبة بحبة بدأوا يضعفوا ونسوا الوصية وأكلوا من الشجرة. وأول ما أكلوا اتكشفت عوراتهم، وابتدوا يلموا ورق من شجر الجنة ويغطوا نفسهم بيها. وربنا سبحانه وتعالى ناداهم وقال لهم: مش قلت لكم ما تقربوش من الشجرة دي؟ ليه عصيتوا أمري؟ بس ربنا سبحانه وتعالى رحيم، ولما ندموا قالوا: يا رب، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فربنا سبحانه وتعالى قبل توبتهم، بس قال لهم: انزلوا للأرض، هتعيشوا هناك وهتموتوا هناك، ومن الأرض هتتبعثوا تاني يوم القيامة. سيدنا آدم نزل الأرض هو والسيدة حواء، وابتدوا يعمروا الأرض ويشتغلوا ويعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. وكان سيدنا آدم عليه السلام أول نبي، وربنا علمه كل حاجة وهو علم أولاده. وكان كل مرة تولد له بنت وولد مع بعض، ولازم الولد يتجوز البنت اللي اتولدت مع توأم تاني، مش أخته اللي اتولدت معاه. في مرة ربنا سبحانه وتعالى أمر هابيل وقابيل إنهم يقدموا قربان، يعني حاجة تقربهم لربنا سبحانه وتعالى. فهابيل كان بيرعى الغنم، جاب خروف سمين جدا وتخين جدا. لكن قابيل كان مزارع يزرع، جاب شوية زرع ضعيفين جدا. فربنا سبحانه وتعالى قبل قربان هابيل وما قبلش القربان بتاع قابيل. هابيل اتضايق جدا واتغير وقال له: هموتك. هابيل قال له: حتى لو مديت ايدك عليا انا مش هرد عليه، علشان انا بخاف من ربنا. لكن قابيل قتله فعلا، بس ما بقاش عارف يعمل ايه بجثته. فربنا سبحانه وتعالى بعث له غرابين بيتخانقوا، واحد مات، قام التاني حفر حفرة
ودفنوا فيها. قابيل اتكسف من نفسه وقال: حتى مش قادر أكون زي الغراب ده. ودي كانت أول جريمة قتل عرفها التاريخ. سيدنا آدم عليه السلام عاش عمر طويل جدا، حوالي 960 سنة. ولما قربت وفاته وصى أولاده بطاعة ربنا سبحانه وتعالى وقال لهم: اوعوا تتبعوا إبليس. ومات. الملائكة كفنته وصلوا عليه ودفنوه، وعلموا أولاده طريقة الدفن. ومن بعد آدم بدأت البشرية والأنبياء يجوا واحد ورا التاني، يهدوا الناس ويرجعوهم لطريق ربنا سبحانه وتعالى.